السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي أتم صحة. صباح الخير، صباح الحب، صباح السعادة. النهاردة قلت هعمل سمك ماكريل وكمان هحط كمان جنبهم سمكية كده أو سمكتين بولتي. لا، بصراحة كترت اللي هو الماكريل وحطيت واحدة بولت كده. قلت اخليها جنبهم علشان في ولادي برضو بيحبوا السمك البولتي اكتر من الماكريل. تمام، جبتهم وغسلتهم كويس او ونضفتهم كويس او ورشيت عليهم كمان ليمون علشان ريحة الزفارة وكده. زي ما انتوا شايفين كده برش الليمون. السمك بالذات طبعا لازم تحطي له ليمون كتير علشان هو بيحب الليمون والكمون والثوم. بتبقى دول يعني الثوم ريحته قوية جدا، بيأثر طبعا على السمك وبيخلي طعمه جميل جدا وتحفة. هنا طبعا كنت فرمت شوية جزر وجزراية بس، وفرمتها كده بالمبشرة، بشرتها يعني بالمبشرة دي. وكمان قلت احط فلفل وطماطم وبصل على الخلطة دي بتاعة السمك اللي بنحطها علشان نشويه في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده بقطع البصلاية او بصلتين عشان الكمية عندي بيحتاج كمية كبيرة. بصلتين على الكمية اللي عندي دي دول كده كويسين جدا. والطماطم طبعا بقطعها قطع صغيرة كده عليهم، كأنك بتعملي سلطة بالظبط كده. زي ما انتوا شايفين كده بقطعهم، وبعد كده بقلبهم في بعض بقى، وابتدي ارش احط الخليط ده على السمك بعد ما بفتحه. انا جايبه السمك فتحاه سنجاري ومنضفاه كويس قوي قوي وجاهز كده على الحشو. واحطه في الصاج اللي هو الصاج اللي هو بتاع الفرن ده اللي بيتحط في الفرن. وطبعا بتحطي عليه ورقه فويل، وعلى الفويل بتحطي ورقه زبده. يعني خلي بالك برضو بعد كده ورق الفويل نحط عليه ورقة زبدة، علشان انا ما كنتش اعرف المعلومة دي بصراحة. بس بعد كده ان شاء الله بإذن الله هنعمله بورق الزبدة. او زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت ورق الفويل بس ما حطيتش ورقة زبدة للأسف. وبحطها طبعا على قد الصاجة بالظبط، وبفرد السمك علشان احط عليه الخلطة الجميلة اللي طعمها تحفة اساسا وريحتها جميلة جدا. بحطها على السمك زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا ما ننساش رشة زيت من تحت كده علشان السمك ما يلزقش. نوزعها في كل الصاجة كده زي ما انتوا شايفين اهو. لو لسه بتتابعوني لحد دلوقتي يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهو كده بحط برضو عصرة ليمون على كل واحدة كده. هما 3 قطع بس يعني بيعملوا كمية كبيرة، كمية حلوة يعني. فلفل اسود على كمون على كزبرة كتير كمان زي ما انتوا شايفين كده. بقلبهم في بعض وببتدي احط الحشوة عليهم. وما ننساش طبعا الملح، ده اهم حاجة طبعا، ده اساسي معايا. حطيت كده الملح وبهارات السمك، وهبتدي اقلب الخلطة كلها على بعضها كده زي ما انتوا شايفين. دي كده بهارات السمك بتجيبيها من العطار، بتبقى مطحونة جاهزة، او ممكن تشتري الحاجة صحيحة لو انتي ما بتحبيش الحاجة تبقى جاهزة من عند العطار. انا بجيبهم بصراحة يعني بجيب الحاجة صحيحة وبطحنهم في البيت. عندي مطحنة والحمد لله يعني وكده. فبحب اطحنهم في البيت علشان يعني بيجي من عند العطار مثلا في تراب في اي حاجة كده، يعني بيبقى اضمن كمان في البيت، يعني بيبقى احسن. وببتدي اوزع الحشوة دي على كل سمكة كده بحيث ان انا اغطيها من الخضار ده كله زي ما انتوا شايفين كده بوزعه. وبكون مولعة الفرن طبعا على درجة حرارة 250 عشان يستوي معايا بسرعة. هو ما بياخدش وقت، يعني في خلال نص ساعة بالكتير بيكون استوى معايا. وطبعا بتابعه في الفرن، بفتح عليه واشوفه كده استوى ولا وكده. بس هو يعني ما بياخدش وقت، هو بكتير قوي نص ساعة تكوني عملت الرز اللي هو الصيادية اللي
بالبصل. تمام، ده في الفرن، شكله في الفرن اهو، كان قرب يستوي كده اهو زي ما انتوا شايفين. مشغله عليه الفرن ده قبل ما يدخل الفرن. وطبعا اول لما اطلعه هوريه لحضراتكم ده دلوقتي زي ما انتوا شايفين، بعد ما احط بس حاجه على الرخامه، حاجه كده زي فوطه او حاجه على الرخامه علشان اسنده. ده كده الشكل النهائي بعد ما طلع من الفرن. زي ما انتوا شايفين اهو بيتقطع معايا في المعلقه عادي جدا وسهل كمان، تحفه. شكله جميل قوي قوي وتحفه، ويعتبر كده ايه سمك مشوي صحي جميل جدا. جربوه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. ممكن تحط كمان جنبه وتعملي جنبه سلطه رز بالبصل، طحينه. الحاجات دي كلها بتفرق معاكم. ممكن تحطي برضو عيش لو مش عايزه تعملي رز او حاجه، ممكن تحطي جنبه عيش. زي ما انتوا شايفين انا عملت جنبه اهو رز بالبصل وعيش. اللي عاوز ياكل عيش او رز او سلطه بس، او عايز ياكل سمك بس بالعيش مش مشكله، مفيش اي حاجه، كله موجود الحمد لله. يا رب فيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان فيديوهاتي الجديده ان شاء الله توصلكم. بحبكم جدا جدا، وبيكم ان شاء الله قناتي هتكبر وهتعلى. ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمه على حياتي يا رب ان شاء الله باذن الله. استودعكم الله ومع السلامه.